فاينل آسيا 2007، المباراة التاريخية والممتعة بين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي. العراق بتدخل المباراة بعد ما تصدرت مجموعتها ب5 نقاط، وبتلعب ربع النهائي أمام فيتنام وبتكسب 2-0، وبتوصل لنصف النهائي وبتكسب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح علشان تقابل في النهائي السعودية اللي تصدرت مجموعتها ب7 نقاط وكسبت أوزبكستان 2-1، وبتخرج المنتخب القوي المنتخب الياباني وبتكسبه 3-2 علشان يتقابل العراق والسعودية في ديربي عربي من أفضل وأمتع الدربيات العربية. صلى على الحبيب وتعالى نشوف ذكريات 2007. العراق بقيادة العالمي يونس محمود، والسعودية بقيادة النجم ياسر القحطاني. قصي منير بيفتح الفاينل بتسديدة صاروخية بتيجي جنب القائم، والمباراة شكلها كده هتولع. العراق داخلة المباراة سخنة وواحدة دبل كيك عالمية من السلطان يونس محمود، لو كان الهدف ده جه ما كانش هيتمحي من ذاكرة أي عراقي.